كيفاش نركب غرو تيرم تيرموستاتيك ديال غروي. مرحبا بك في ورشة غروي. اليوم غادي نوريكم كيفاش تركبوا البرودويات اونكاستري ديالنا في 5 الخطوات سهله. كاينين 3 الانواع مختلفه. هنا عندنا غرو تيرم تيرموستاتيك، والقاعده هي دائما هاد العلبه الرائعه اللي كتركبها في الاول. اولا خاص تحددوا بالضبط الاستخدام المستقبلي والوظيفه اللي بغيتوا تستعملوا فيها سمارت بوكس، حيت هاد الشيء غادي يكون حاسم في المراحل القادمه ديال التركيب. سمارت بوكس كتركب في الحيط او اللوراه على حسب التصميم ديال الحيط والعمق ديالو. الرسومات ديال الراكوردمون ديال التيوات كاينه في الواجهه ديال سمارت بوكس. هنا الرسومات ديال التوصيل كتختلف على حسب شنو مانستالين، واش رشاشه، روبيني ديال البينوار ولا حتى دوش ديال الراس. من غير هادشي الماء البارد والماء السخون ديما كيدخلوا لتحت ديال السمارت بوكس، الماء البارد في اليمين والماء السخون في اليسار. في الحاله ديالنا غنحتاجوا لهذا الرسم ديال التوصيل. من بعد ما كيركبوا التيوات بشكل صحيح وفق المواصفات وكيتصاوب الحيط بالقبض، غادي تستعملوا طقم الجوانات باش ما تدخلش البروده وفق المعيار DIN 18534 الخاص بالعزل ديال الاجزاء الداخليه. من بعد تقدروا تكملوا التزلاج ديال الحيط او لا تقادوه بطريقه اخرى. دابا جا الوقت باش تانستاليو الميتيجور تيرموستاتيك. اولا اجيو نشوفوا الادوات اللي غادي تحتاجوهم. البواطه فيها الميكانيزم مع قطع الراكوردمون ديال الواجهه، ما فيها بس تشوفوا معكم تعليمات التركيب اللي كتجي معاهم. ودابا غادي نبداو التركيب. اولا قطعوا السمارت بوكس على الحد ديال الحيط باستعمال اداه مناسبه. من بعد ديروا السيليكون بين الحيط والسمارت بوكس باش ما تدخلش البروده في الحيط. ما حدناش بدنا البروده، خاصكم تقطعوا الماء في البدايه ديال التركيب، ولا على الاكثر فاش تخرجوا الوحده ديال التحكم في الماء في المرحله القادمه. باش ديروا هاد الشيء حلوا الفيسات ديال التثبيت ب4. من بعد خرجوا الوحده ديال التحكم في الماء بشويه. تقدروا تستعملوا اللقاط باش تجنبوا طيح لكم الوحده ديال التحكم في الماء بشكل غير مقصود. دابا خرجوا سدادات البلاستيك من المداخل ديال الماء البارد والسخون باش جميع الاجزاء ديال الانابيب تغسل حتى لنقطه الخروج حسب المعتاد. من بعد الغسيل رجعوا الوحده ديال التحكم في الماء وحلوا الماء مره اخرى وغسلوا الخرجه ديال التيو. دابا كاع التيوات تغسلوا حتى لنقطة الخروج. من بعد قطعوا الماء مرة أخرى. دابا تقدروا تخرجوا الوحدة ديال التحكم في الماء وترميوها. جا الوقت باش تركبوا الميكانيزم. دهنوه بلا غريس ودخلوه في سمارت بوكس. من بعد ثبتوه بشوية باستعمال 2 ديال الفيزات. الميكانيزم خصو يبقى قادر يتحرك باش الواجهه تكون عموديه او حتى موازيه مع الزليج. من بعد فيسيو البلاكه ديال التثبيت ب2 فيسات باش تسهلوا التعديلات. الفيسات خاصهم يبقاو خارجين على السمارت بوكس بقدر كافي باش تقدروا تستعملوا ميزان الماء باش توازنوا الوحده بدقه. الميكانيزم يقدر يميل حتى ل6 درجات في الاتجاهين ب2، الشيء اللي كيميزو بالمقارنه مع المنتجات الاخرى. إلا توازن الميكانيزم زيروا الفيسات ديال التثبيت. من بعد زيروا الفيسات الاخرين ب2. دابا حلوا الماء وتاكدوا ان الوحده مزيره. ممتاز. دابا خدموا شي خرجه ديال الماء مثلا الرشاشه. باش ديروا هاد الشيء حلوا الخرجه باستعمال لاكوا ديمور، ومن بعد قيسوا درجه الحراره بالترمومتر ودوروا البواني ديال التحكم في درجه الحراره في 38 درجه باش تضبطوها. هاد الشيء كيضمن ان درجه الحراره المحدده في 38 درجه كتطابق العلامة في اللوحة الكرومية. من المهم أنكم ما تدوروهاش مرة أخرى من بعد ما تضبطوا درجات الحرارة حتى يتم تركيب البواني. من بعد الضبط قطعوا الماء مرة أخرى. تيوات ركبوا في الأول في السمارت بوكس باش يناسبوا الرسم ديال الراكوردمون المرغوب فيه. باش تركبوا الدوش ديال الراس والرشاشة بحال في الحالة ديالنا لاكس كرانتي خاصو دابا يتضبط في المخرج الصحيح. باش ديروا هادشي لي كان دو بروش خاصها تكون موجهه لتحت باش تحل المخرجين بي و سي. من بعد ركبوا البلاكه ديال التثبيت باستعمال 4 ديال الفيسات.
خلال هاد العمليه تاكدوا ان الفيسات مزيره غير بيديكم، والا تقدروا تعوجوا البلاكه ديال التثبيت، الشيء اللي غادي تسبب في صعوبات في التركيب ديال الواجهه الكروميه من بعد. دابا ركبوا حلقه التوقف ديال لاكوا ديمور وركبوها باستعمال العلامه اللي في النيرفور حسب تعليمات التركيب. دابا حلقه التوقف تقدر تركب في وضعيه واحده. اولا ركبوا الادابتاتور الزرق، من بعد ركبوا الحلقه الكروميه. دابا وركوا على زر التحكم في درجات الحراره ودوروه على اليسار باش يبقى يدخل، وباش لا روزاس تقدر تركب على البلاكه ديال التثبيت على الحيط. من بعد رجعوا البواني ديال التحكم في درجه الحراره في 38 درجه مئويه، ودخل لو مونشون بلاستيك في البواني ووجهه للفوق وخليه يتثبت. من بعد ركبوا البوشون على البواني ديال الترموستات مع الجزء المائل الأسفل، وها انت ساليتي. دابا جا الوقت باش تركبوا البواني ديال لاكوا ديمور. باش ديروا هادشي دهنوه بلا غريس، وازنوا وركبوا لا رونديل كونيك، ومن بعد زيروا شويه لو كليب فوندو باش يقدر يدخل في المحور ديال لاكوا ديمور، ودفعوه حتى يتثبت مزيان. دابا ما غيمكنش نحيدوا البواني ديال لاكوا ديمور. دابا قادوا المونشون ديال البلاستيك مع العلامه حسب التركيب اللي اختاريتوه، وحط البروش ديال لاكوا ديمور حتى يتثبت بشويه. في الحالة ديالنا الخرجات بي و سي كانوا هما اللي اختارينا قبل. من بعد ركبوا الغطاء الكرومي على لاكوا ديمور. هانتوما ساليتو. من بعد ما ركبتوا الدوش ديال الراس، دابا تقدروا تحلوا الماء وديروا اختبار ديال التشغيل. مزيان، دابا جا الوقت باش تسلموا المهمة. الخدمة سالات وما كانش صعيبة بزاف ياكو. حتى نتوما غادي تقدروا عليها.